السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا اغلى متابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهارده ان شاء الله هنعمل أكلة شتوية من الدرجة الأولى، هتعجبكم جدا جدا. هي النهارده أكلتنا الرشدة. هنعملها بكل سهولة وحلوة جدا جدا من غير مكنة ومن غير مجهود. نصلي على الرسول الكريم قبل ما نبدأ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنحط 3 كوبايات من الدقيق. الكوباية عملت معايا تقريبا 4 معالق كبار من الدقيق. هبدأ أنخلهم كويس مع بعض كده، وهبدأ دلوقتي أضيف عليهم نص معلقة من الملح، معلقة كبيرة من السكر، وهقلبهم كويس كده مع بعض. وهبدأ دلوقتي أضيف نص كوباية من المية. بعد ما نقلبهم كده كويس مع بعض، هبدأ دلوقتي أضيف نص كوباية من اللبن. تقدري تحطي الكمية كلها مية أو تقدري تحطي الكمية كلها لبن، ده حسب رغبتك انتي. هبدأ دلوقتي أعجن بإيدي، والمفروض العجينة تبقى يابسة معايا، يعني أتقل أو أنشف من عجينة الفطير بشوية. هبدأ دلوقتي أفردها على الرخامة وأتأكد إن كل حاجة تماسكت معايا كويس جدا. أنا مش بعجنها كتير زي عجينة المعجنات اللي هي المتخمرة، لأن هي أساسا مش هتاخد يعني تخمير أو حاجة. فالمفروض إن أنا بس ألمها مع بعض كده وأتأكد إن هي تماسكت كويس معايا. اهم حاجة لو انتي مش مشتركة معايا، اتمنى تشتركي عندي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه. ولو انتي عندي، شكرا لحضرتك او لحضرتك. واحب اشوف طبعا رأيكم في الكومنتات، واعرف اذا كنتوا تعرفوا الرشدة او لا، وبتتابعوني من انهي بلد. انا كده بقى خلصتها وسبتها ارتاحت بس دقيقتين، وبعد كده بدأت احط عليها رشة دي من تحت ومن فوق علشان تسهل معايا الفرد. تمام، انا كده قسمتها على 2، والجزء اللي انا اخدته الاولاني هبدأ دلوقتي برضو اقسمه على 2، وهبدأ افردها. في المرحلة دي بقى تقدري تديها فردة صغيرة كده وتحطيها في المكنة لو عندك مكنة. لو مش عندك تقدري تعمليها زي ما انا هعمل كده بالظبط. هبدأ افردها كده بالنشابة بكل سهولة. اهم حاجة دي يبقى باستمرار على العجينة بتاعتي، علشان تبدأ تتماسك كويس. لما اجي اقطعها ملاقيهاش كده لزقت في بعضها، او يعني اتقطعت من بعضها لو زودت كمية الدقيق يعني زيادة عن اللزوم. بصوا، بتنيها وببدأ افردها كده نصين عادي، مش هيحصلها اي حاجة. بالعكس، الطريقة دي هتسهل عليكي جدا جدا. اللهم بارك، ما خدتش معايا وقت وكانت سهلة وسلسة جدا جدا. اللهم بارك، فردت العجينة واديتها رشة من الدقيق زي ما شفتي كده، وبدأت أطبقها كده على بعضها. واخر مرحلة بقى بالنسبة للعجينة ان احنا هنقطعها كده بالسكينة، وتبقى يعني السماكة بتاعتها مش رفيعة قوي، بتبقى يعني مظبوطة. هبدأ دلوقتي اقطعها طبعا على حسب انتي عايزاها ايه بالظبط، يعني ممكن تعمليها اعرض من كده، ممكن تعمليها ارفع من كده، دي حاجة ترجعلك انتي. كده يعتبر خلصنا العجينة بتاعتنا، وهبدأ دلوقتي افردها معاكم. بصوا، عشان كانت مرشوش عليها دقيق كويس جدا. بعد ما خلصت الكمية، اللهم بارك، عملت الكمية دي وفضل كمان قطعتين، يعني نص عجينة من اللي احنا عملناه. اللهم بارك، الكمية كانت كبيرة جدا وحلوة. هبدأ اشيلهم دلوقتي في الفريزر عادي، مش هيحصلها اي حاجة لحد ما نعوز نستخدمها تاني. هبدأ دلوقتي اجيب لتر ونص من اللبن. حطيت حلة على النار كبيرة، وهنزل دلوقتي باللبن فيها وهسيبها كده على النار. وهنزل دلوقتي بكيسين من الفانيليا، وكوباية من السكر، وده حسب رغبتك انتي.
هقلبهم كويس مع بعض واتأكد ان السكر داب مع الغليان طبعا. لحد ما اللبن يغلي هكون بقى نفضت الرشدة بتاعتي شوية من الدقيق علشان بيبقى فيها كمية دقيق زيادة، فانا لازم اخرج الكمية دي علشان ما تعجنش في اللبن لما اجي احطها. تمام، نضفناها كويس، نفضناها كويس عفوا، وهبدأ دلوقتي يكون اللبن غلى وانزلها كده واحدة واحدة. واهم حاجة ما اقلبهاش لما تنزل على طول، استنى بس لحد ما تاخد لها كده يعني غلوة مع اللبن. اتأكد بس ان اللبن غمرها وغطاها كلها لحد فوق، ولو حتة زهرة ابدأ دلوقتي انزلها بالمعلقة علشان اتأكد بس ان هي كلها يعني خدت سوا واحد. ما تقلقيش في المرحلة دي مش هتكلكع في بعضها او تعجن او الكلام ده كله، هي بس اول ما بتحطيها ما بتقلبيهاش وبتسيبيها بس تسخن مع بعضها او تغلي، وبعد كده بتبدأي تقلبيها من فوق لتحت ومن تحت لفوق علشان يعني تفك من بعضها وتتأكدي ان هي استوت. خدت حتة كده علشان اشوف سواها لقيتها تمام جدا. هبدأ دلوقتي اغرفها في الطبق والف هنا وشفها على قلبكم. احلى طبق رشدة بيدفي في الشتاء وحلو جدا جدا. تقدري تعمليها في فترة المدارس الصبح، وتقدري تعمليها يعني بعد العشاء كنوع من انواع التحلية وكمان التدفئة. لو انتي بتسمعيني لحد دلوقتي احب اقولك شكرا شكرا من قلبي، وشكرا على اللايك وشكرا على المشاركة وكل حاجة من قلبي. الف شكر، بحبكم في الله وسلام.